إطار ترسيخ الروابط التاريخية والدينية والأدوار الطلائعية التي لعبتها القبائل الصحراوية، ومن ضمنها قبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع بالمنطقة وعمقهم الإفريقي بموريتانيا والدول المجاورة. جانب من هذا الموسم الديني في ريبورتاج سلك رحال والمعتصم بالله البعزاوي. دور القبائل الصحراوية في تعميق العلاقات المغربية الإفريقية، الشرفاء وأبناء أبي السباع نموذجا، كانت عنوانا لندوة دولية التي تم تنظيمها بمنطقة سيدي المختار بالحوز المراكشي. الندوة التي نشطها خبراء في علم الاجتماع والتاريخ من المغرب والشقيقة موريتانيا قاربت الدور الريادي الذي لعبته هذه القبيلة في نشر الإسلام وثقافة السلم والتسامح في الأوساط الإفريقية المجاورة على غرار باقي قبائل الصحراء، وتنفيذا لتوجيهات ملوك الدولة العلوية في سالف الزمن وفي الحاضر. قبائل الصحراوية ودورها في العلاقات المغربية الإفريقية انطلاقا من نموذج قبيلة معروفة هي أولاد بالسباع. هذه العلاقات هي علاقات اقتصادية، علاقات سياسية، علاقات اجتماعية، وعلاقات روحية مؤسسة تربط المغرب الأقصى بجذوره الإفريقية، وتخترق هذه الجذور وتتجلى في ملامح عدة كانت في الماضي ولا تزال إلى اليوم، من خلال الطقوس، العادات، المبادلات التجارية، المنتوجات الثقافية، التدوين، التصدير، الورق، ودور المغرب في نشر الإسلام. الهجرات التي عرفتها القبائل العربية جعلت جزء من هذه القبيلة يعيش في موريتانيا، ولكن مثلا الحدود لا يمكن التفصيل بين ما وحده العرق والدين والروابط كلها. إذن هذا الموسم نتمنى إن شاء الله نشاركوا فيه مرات عديدة، وإنه إن شاء الله يزدهر وإنه يطور، لأنه مثلا عامل موحد كما ذكرت بين هذه القبائل التي تتعايش هنا في هذه المنطقة. هذه الندوة تدخل في إطار البرنامج السنوي للموسم الولي الصالح سيدي المختار السباعي، الذي هو موسم تتم فيه صلة الرحم بين أطراف القبيلة الموجودة في الأقاليم الجنوبية وهذه المنطقة الحوز والقبائل الموجودة في الحوز. وهذا الموسم له رمزية، بما أن هذه المنطقة سكانها أغلبهم منحدرين من الأقاليم الجنوبية، ولهذا كانت الندوة التي سيعالجها أساتذة جامعيين وباحثين في هذا الميدان، ونتمنى في المستقبل على أن تكون ندوات أكبر وأوسع وأشمل المواضيع، وهذا ما نعمل عليه إن شاء الله. الندوة الدولية كانت أيضا فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول الأدوار الطلائعية التي تلعبها قبائل الصحراء في القدم وحاليا، من خلال مد جسور التواصل وصلة الرحم بين الشمال والجنوب، وتكريس الأخوة الدينية التي ينهجها صاحب جلالة الملك محمد السادس في العمق الإفريقي. الندوة حضرها ثلة من المفكرين والباحثين. وأولاد بالسباع اللي ما يخفى على حد في روابطهم التاريخية بالمملكة الشريفة، وهم كما قال الشيخ ماء العينين قنطرة البقاع. كانوا دائما يمشوا بين المملكة المغربية وإفريقيا. استدعينا لهذه الندوة 4 من الأساتذة الأجلاء، ونتمنى من صميم القلب أن تكون ندوة ناجحة وتحيي هذه المنطقة، لأن على اعتبار أنها هي الحجرة الصماء التي تتكسر عليها جميع الطموحات المتعلقة بخصوم قضيتنا الوطنية. هذا الموسم اللي قام حاليا موسم سيدي المختار الولي الصالح سيدي المختار، اللي هو الجد الروحي القبيلة السباعية، يدخل في إطار صلة رحم وتواصل مع أبناء القبيلة بشمال المملكة وجنوبها. ونحن اليوم كلنا، سواء الناس اللي جونا من الجنوب أو الناس اللي كيعيشون في المنطقة، حنا كلنا الحمد لله جنود مجندة طبقا للخطاب الملكي السامي الأخير، الذي نص على أن قضية الصحراء المغربية قضية وطنية، وهي تهم كل مواطنة وتهم كل مواطن. وكانت منطقة سيدي المختار وعلى مدى 3 أيام محجة للعديد من المهتمين لمهرجان تم تنظيمه تميز بفقرات مختلفة من معارض وندوات وألعاب شعبية كالفروسية المتجددة في هذه المنطقة من أواسط المملكة، والتي تربط قبائلها أواصر ووشائج بالعمق الموريتاني والإفريقي. في شأن الدين